الحق شوف الفيديو قبل ما الليل يجي. النهاردة هنحكي عن مشروع أبيجيل السري، تجربة علمية بدأت بحلم كبير لكن انتهت بكابوس محدش قدر يسيطر عليه. في ناس كتير بتقول إن مشروع أبيجيل كان واحد من أخطر وأغمض التجارب اللي اتعملت على إنسان. مشروع بدأ بفكرة علمية طموحة جدا، لكن في النهاية وصل لحاجة محدش كان مستعد يشوفها. أبيجيل ويسترن كانت بنت شابة جميلة وذكية جدا، لكن الأهم من كده إنها كانت بنت عالم كبير بيشتغل جوه القاعدة العسكرية الشهيرة المنطقة 51، المكان اللي اسمه مرتبط من سنين طويلة بالأسرار والتجارب الغامضة والحاجات اللي محدش يعرف حقيقتها الكاملة. بعد نهاية الحرب العالمية التانية دخل العالم كله في سباق مجنون ناحية القوة والتفوق العلمي، وكان والدها الرائد ألبرت ويسترن مؤمن إن المستقبل هيكون للي يقدر يتجاوز حدود الطبيعة البشرية نفسها حتى لو كان التمن غالي. وفي أواخر سنة 1945 اتفتح ملف سري جديد. الملف ده كان اسمه مشروع أبيجيل. الهدف المعلن من المشروع كان دراسة قدرة جسم الإنسان على التحمل في أقصى الظروف، لكن الحقيقة إن اللي كان بيحصل جوه المختبر كان أبعد بكتير من مجرد دراسة علمية. أبيجيل وافقت إنها تكون جزء من التجربة، كانت فاكرة إنها كده بتساعد بلدها وبتدعم شغل والدها. ما كانتش تعرف إن أول حقنة إشعاع وأول جرعة دواء هتكون بداية تحول هيغير حياتها للأبد. ومع مرور الوقت بدأ جلدها يتغير، ملامح وشها بدأت تختفي واحدة واحدة، أسنانها كبرت بشكل غير طبيعي، وكأن الزمن بيتحرك جوه جسمها بسرعة مرعبة تخلي أي حد يشوفها يحس إنه قدام حاجة مش مفهومة. وبعد سنتين من التجارب القاسية جسمها بقى أكبر وأقسى من الطبيعي، عضلاتها تضخمت بشكل غريب، وفي نفس الوقت عقلها بدأ يختفي تدريجياً. ما بقتش البنت الجامعية العادية، بقت أقرب لمخلوق بري طالع من كابوس. زمايل والدها حاولوا يقنعوه يوقف التجربة فوراً، لكن ألبرت ويسترن كان مقتنع إن النجاح بقى قريب، وإن كل التشوهات دي مجرد مرحلة مؤقتة قبل ظهور اللي كان بيسميه الإنسان الخارق. لكن لما فهم الحقيقة أخيراً كان خلاص فقد ابنته بالفعل. الروايات بتقول إنه أنهى حياته وساب رسالة بيطلب فيها إن محدش يحاول يقتلها ولا حتى يرجعها لطبيعتها، وكأنه كان عارف إن اللي اتخلق في المشروع ده خرج بالفعل عن السيطرة. بعد كده الجيش قرر يقفل المشروع، واتقطعت الإمدادات والأكل تماماً على أمل إن المخلوق يموت في صمت جوه القاعدة. لكن اللي حصل بعد كده حول القصة كلها لأسطورة مرعبة. وجدوا 2 حراس مقتولين ووشهم مشوه بطريقة بشعة جدا، وكل حارس متاكل منه جزء بوحشية. ده غير إن كان فيه خدوش وضربات وعواء كانت بتتسمع بالليل في الممرات السرية تحت الأرض. وبعدها اختفت أبيجيل، اختفت تماما كأن الأرض بلعتها. ولحد النهاردة بعض سكان ولاية نيفادا بيحكوا إن في ليالي معينة بيسمعوا صوت جاي من قلب الصحراء، صوت طويل مليان ألم وغضب. وفي ناس بتقول إن مشروع أبيجيل مخلصش أصلاً، لكن خرج للعالم بطريقة تانية. تفتكر كام تجربة فشلت وبقت خطر على المجتمع بس في سبيل الوصول لقوة خارقة؟ وقول لنا، تفتكر من رأيك أبيجيل لسه عايشة في المنطقة 51 ولا لأ؟ ولسه فعلا في حاجات كتير احنا ما نعرفهاش من تجارب حصلت؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وبحضر لكم فيديو هيعجبكم.